هاي وزويز، وحشتوني قوي. الفيديو ده هنجهز مع بعض فيه علشان اعمل لوك عيد ميلادي، مع ان احنا في الفيديو ده تاريخ اول يوم في شهر جون، وانا عيد ميلادي في 30 ماي. بس اللي متابعني عندي على الانستجرام ستوريز او الستوريز في الفيسبوك او السناب شات يعرف انا في يوم 28 29 و30 و31 انا كنت خارج المود جدا. مودي كان وحش قوي، يعني من غير اي سبب. صدقوني ما كنتش عارفه انا مالي، وعيط ومتضايقه ومخنوقه من غير اي سبب. وميرسي لكل واحده فيكم كانت بتبعت لي وتطمن عليا، بجد ربنا يخليكم ليا. صدقوني انا قريبه جدا من ربنا، فمحدش يجي يقول لي قريبه من ربنا ومش عارفه ايه علشان ما تكتئبيش وبتاع. الكلام ده بيجي عادي جدا لناس كتيره قوي، حتى لو انتي قريبه من ربنا عادي في ايام لازم تجيلك كده، ده طبيعي عند اي بني ادم، وممكن من غير سبب كمان تلاقي نفسك متضايقه. anyway حبيت ان انا اطلع من المود ده، مع ان انا يوم 30 ماي يعني احتفلت بالبيرثدي بتاعي عادي مع مامي وبابي وجوزي واخواتي وبناتي تورته وكده. بس حتى ما عملتش ميك اب، ما لبستش، كنت بالبيجامه اللي انا صحيت بيها من كتر ما انا كنت مكتئبه، مش عايزه اغير ولا اعمل اي حاجه. فقلت ان شاء الله ان انا لازم اول يوم في الشهر ده هقوم اعمل لنفسي ميك اب، وهعمل لوك عيد ميلادي اللي انا كنت المفروض اعمله يوم 30 ماي، وهصور لكم فيديو وانا بجهز، ونعتبر ان اليوم ده هو كان 30 ماي ومش 1 جون. اوكي. anyway عملت السكين كير، وبعدين زي ما انتم شايفين بفتح بقى الباروك اللي انا هلبسها في عيد ميلادي ده. قررت ان انا البس الباروك دي. انا هنا كنت اساسا فتحت العلبة دي قبلها بشهرين يمكن، وزي ما انتم شايفين حتى انا مركبة اظافر، فكانت الفترة اللي انا مركبة فيها الاظافر دي، فالفترة دي هي اللي انا فتحت فيها علبة الباروك. وهنا بقى بوريكم الباروك بعد ما غسلتها وعملتها التسريحة اللي انا عايزاها. ازاي بجهز للباروك انا عاملة فيديو عنها بالتفصيل، ازاي بلبسها بالتفصيل الممل، وبشرح كل خطوة فيها بالتفصيل الممل. زائد ان انا حبيت اوريكم تاني ان انا دي فعلا فعلا شعري مش اكستنشن، مش باروكة. لان فعلا في الفيديوهات اللي فاتت مع ان انا بقسم لكم شعري لغاية الفروة، في ناس برضو معرفش ما قصدهم ايه بالظبط، يستفزوني او ايه بالظبط، بس مش بستفز، بس اللي هو والله شعري انا بقسمه لغايه الفروه قدامكم من كل اتجاه، وقربت لكم فروتي لغايه الكاميرا من قريب جدا عشان تتاكدوا ان ده شعري. Your hair is beautiful. I was looking at you. Oh, this is like majestic. long. واكيد مش هينفع البس باروكه وانا حاطه اكستنشن او لابسه باروكه، اكيد مش هينفع باروكه فوق باروكه. anyway انا مش بشرح كل حاجه انا بعملها هنا، لان انا عامله لكم الخطوات سريعه بس وانا بجهز، وحابه بس ادردش معاكم. انما اللي عايز يعرف الخطوات يعني اللي هي من A to Z عن ازاي تلبسي الباروكه بشكل طبيعي جدا كانها شعرك، وبتلزقيها بشكل طبيعي جدا من غير ما تأذي شعرك خالص خالص. دي كنت شايفين شعري، يعني عارفين، يعني انا لو يعني انا لو شعري وحش هتعرفوا ان ده بسبب ان انا بلزق الباروكه بالشكل ده. انما انتوا شايفين شعري الحمد لله كويس جدا وصحي جدا وتقيل وطويل وكده، فاكيد بقى طريقه لبسي للباروكه ما اذتش شعري، فمعناتها ان طريقه لبسي الباروكه صح وامنه جدا. ده الجلو والريموفر اللي انا بستعملهم علشان لما اجي ابقى عايزه افك الباروك اللي انا لابساها دي اقدر افكها باستعمال الريموفر اللي بيجي مع الجلو ده. بس انا حاليا بقى هستعمل الجلو. اللي متابعني من زمان يعرف ان انا بحب البس بواريك دايما بكل الالوان اللي تخطر على بالكم، اخضر، اصفر، بينك، ازرق، كل الالوان، حتى الالوان اللي مش معتاده، الفوسفوري حتى، علشان بحافظ على شعري، محبش اصبغه، محبش اقصه. كل القصات بجيبها من طريق البواريك علشان ما اضطرش ان انا اقص شعري، بما اني جوزائيه بزهق بسرعه من شكل اللوك بتاعي مثلا او حاجه، بس عمري ما اقدر ازهق من الاسود الطويل بتاعي. فعلشان كده لما احب اغير اللوك بتاعي بلجأ للبواريك يعني. من يمكن من 2008 لما اكتشفت البواريك وابتديت البسها، وكل الالوان بقى كنت بلبسها من ايامها. اللي متابعني يعرفوا، وفي عندي صور في 2012 كده برضو عندي على الانستجرام بالصفرة والزرقاء وكده، بس طبعا مع تطوري في تركيبها وطريقة تلزيق البواريك.
وهركب الباروكة او الطريقة دي اللي انا بعملها هي الطريقة اللي بيستعملوها في هوليوود في تلبيس البواريك او تلزيق البواريك، زي كايلي، زي نيكي ميناج، زي كاردي بي، زي بيونسي، زي مثلا الافلام في هوليوود زي هاري بوتر اللي هو دامبلدور ودانيريس تارجيريان في جيم اوف ثرونز، ازاي بيلبسوا بواريك ملهاش علاقة بلون شعرهم الحقيقي وبتبان كأنها شعرها اللي طالع من فروة راسها. فالطريقة السرية اللي هي بتاعة هوليوود في تلزيق البواريك هي اللي انا بشرحها لكم في الفيديوهات اللي عندي قبل كده الخاصة بالموضوع ده. عاملة فيديوهين على اليوتيوب او يمكن 3 عن طريقة تلزيق الباروكة يعني من A to Z. بجد هتملوا من كتر التفاصيل اللي انا بقولها لكم في الفيديو. anyway بعد ما لزقت الباروكة علشان اللي هيسألني اتعلمت الطريقة فين، اتعلمتها وانا في امريكا، اخدت كورسات فيها في تلزيق البواريك دي مع واحدة بروفيشنال جدا بتلزق بواريك، وكانت حتى بتلزق بواريك لناس في افلام في هوليوود وكده، فانا اتعلمت الطريقة دي منها. ده كان يمكن في سنة 2012 تقريبا حاجة كده لما كنت في أمريكا وقتها. لكل حد هيسألني عن تفاصيل الباروك شعر طبيعي 13 by 6 inch، يعني الليس اللي هو اللي محطوط التل مقاس التل 6 في 13، العرض 13، والطول اللي أنا بقسم فيه الفرقة 6 inch، لأن 4 inch اللي هي المعتادة اللي الناس كلها بتجيبها بتبقى قصيرة قوي. أنا الفرقة بتاعتي طويلة فبحب إنها تكون 6 inch. وزي ما قلت لكم لازم تقربوا قوي علشان تشوفوا التل، ما بيبانش بالمنظر ده في الحقيقة لما تبقي واقفة قدام اي حد. وتقل الباروكة 250%. عملت سكين كير تاني لوشي علشان غسلت وشي بعد ما لزقت الباروك، لانه وانا بلزق الباروك كان في شوية سبراي اللي هو اللي انا برشه على شعري ده نزل على بشرتي، فاضطريت ان انا اغسل وشي بعد ما لزقت الباروك. وبعدين رجعت عملت سكين كير مرة تانية. واساسا اصلا كان عدى فترة قبل اول سكين كير وتاني سكين كير، كان يمكن عدى 3 ساعات، لان انا نزلت قعدت مع بنيتي ولعبتهم واكلتهم، وبعدين لما ناموا رجعت اكمل بقى اللوك تاني، فعملت سكين كير من اول وجديد. ودلوقتي اخترت العدسات، كنت بقارن بين عدستين عندي اللي هي الجالاكتيكا، والتانية اللي انا قررت ان انا البسها اللي هي الرويال بلو، حدقة صغيرة. الاتنين هما حدقات صغيرة بس انا حبيت اخد الرويال بلو لان حسيت لونها اللوك اللي انا عايزاه ومش متحدده قوي، فعلشان كده حبيت ان انا استعملها. وانا حاليا بحاول اعمل لوك معين في راسي وهو شبه شويه زي الباربي او الفيري وكده، فكان في لوك معين في راسي وهطبقه معاكم قدامكم دلوقتي. انتوا طبعا عارفين ان انا كل الخطوات اللي انا بعملها في الفيديو هنا هي نفس الخطوات اللي انا بعملها في توتوريال مكياج مريم جورج او طريقه مكياج مريم جورج. الفيديو ده موجود عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، موجود فيه الطريقة بتاعت مكياجي بالظبط من A to Z برضو. فعلشان ما اقعدش اعيد نفسي في كل فيديوهاتي، فاللي عايز يعرف ايه الطريقة بتاعت مكياجي بالظبط يدخل برضو على الفيديو ده. فانا هنا بس حابة ان انا اوريكم بس وانا بجهز، فما حبيتش ان الفيديو يكون طويل قوي فقصرته وخليته لكم على الاقل 15 minutes عشان ما تملوش. بس اللي عايز بقى طريقة الباروكة لوحدها يدخل الفيديو بتاعها، او اللي عايز طريقة الميك اب يدخل الفيديو بتاعها. عارفين ازاي؟ anyway انا هنا ببدأ باللوك اللي انا متخيلة في دماغي. وبليز trust the process زي ما انا كنت واثقة جدا في البروسيس بتاعتي، فارجوكم خليكم صابرين معايا وكونوا واثقين فيا ان انا مش هعمل لوك وحش. وانتوا طبعا يعني كل اللي شاف الفيديو بتاع الفاينل لوك عندي على التيك توك طلب مني اساسا الميك اب بتاع اليوم ده، ف trust the process. انا حاليا حتى هنا عمالة اوهم نفسي واقول لنفسي اصدق ان انا هعرف اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. مش تقدروا تعملوا نفس الخطوات باي براند، المهم ان يكون نفس المنتج، مش لازم نفس البراند، يكون نفس بقى الوان مختلفه، انما هو التكنيك واحد. زي ما انتم شايفين انا عملت اللوك ومش مقتنع بيه تماما خالص، رحت مسحته بعد مع اني عملت البيز الاول. يعني انا عملت الفاونديشن والكونسيلر والكونتور والبرونزر، كل حاجه عملتها وثبت الميك اب، ولقيت نفسي ان انا في الاخر همسح مكياج عينيا، وكان لازم امسحه بطريقه يعني ما تخلينيش ان انا ابوظ الميك اب والبيز بتاعي. فهنا اخترت بقى ان انا اعمل لون
purple لان الميك اب اللي كان في دماغي ما ظبطش خالص، فقلت اخليه اليوم تاني. هنا بقى قلت اجرب اللون البيربل الفاتح ده، بس ما اقتنعتش بيه قوي. رحت حطيت البيربل الغامق فوق البيربل الفاتح واداني درجه فظيعه، ما كانش غامق قوي ما كانش فاتح جدا. بعدين اخدت الشادو ده من كايما كوزماتكس وعملت فيهم الانر كورنر. الباليت اللي استعملت ليها البيربل اي شادو دي كانت الباليت من براند جلام لايت. يعني هنا رسمت حواجب زي ما انتم شايفين، رسمت عينيا. طبعا كل الحاجات دي موجوده في التوتوريال بتاعي، بس طبعا مع اختلاف الالوان. هي نفس الخطوات بس اختلاف الالوان، وما رسمتش ايلاينر المره دي. وعملت بس اللي هي الاي شادو اللي في الكورنر بتاع عينيا. وهنا بحط طبعا اكيد الجليتر ليب كيت بتاعتي على شفايفي اللي هو اللون بيبي، ما اقدرش اعيش من غير اللون ده. اللي حابب يشتري اي حاجه من منتجاتي اللي هي الجليتر ليب كيت او العدسات او الرموش او whatever، كل حاجه موجوده عندي فقط في الموقع. الطلب عن طريق الموقع فقط اللي هو www.mimotique.com. هنا بقى كان اللوك كامل، وكان عاجبني قوي شعري بقى او الباروكه، سوري مش شعري، بس انا مقتنعه انه شعري، لانه الطريقه اللي انا بلزق بيها البواريك زي ما قلت لكم بتبقى شكلها طبيعي جدا وصعب ان انتوا تفرقوها عن الشعر الا لو انتوا قربتوا طبعا قريب جدا، وقتها طبعا اكيد هتشوفوا الطل. فانما انت لو واقفه قدامي كده وانا بتكلم معاكي عادي كاننا واقفين بنتكلم مع بعض، صعب قوي ليكي ان انت تاخدي بالك ان ده طل باروكه او حاجه. المهم انا حبيت ان انا اعمل فيها بانجز او قصه، حبيت يكون لوك زي ما قلت لكم زي الفيري كده، او مش باربي قوي بس فيري اكتر، يعني زي تينكر بيل اللي كانت في بيتر بان، او كان اسمها ايه بالعربي، تانا ورنا. فنفس الشخصيات دي كده اسمها فيريز اللي هما كلهم جليتر بقى وكده، فحبيت اعمل شخصيه كده. anyway قعدت اقص في القصه كل شويه بالراحه جدا طبعا، لان دي قصه مش شعر، عمرها ما هتطول تاني لو انا قصتها قصير قوي. فببدا اقصها على طويل شويه، وبعدين اقصرها واحده واحده واتاكد ان انا ما اقصرهاش قوي علشان اقدر ارجعها لورا براحتي شويه، امدها لقدام شويه، ما تكونش طولها وحش. المهم ان انا كنت هختار، فاكرين الفستان الابيض ده اللي انا قلت لكم هلبسه في عيد ميلادي لما كنت بجهز للايفنت وكده، قلت لكم ده هخليه لعيد ميلادي. لا بس انا بقى كان بقى وصلني الفستان ده من شي ان، كنت طالباه من شي ان وكان لسه واصلني النهارده، واخدته بعدها على الدراي كلين. قلت لبابي يبعتولي الدراي كلين، وكان وصل في الميعاد بالظبط وانا بخلص الميك اب، فلقيته لسه واصل. وكنت خلاص هلبس الفستان القصير ده لو كان اتاخر الفستان في الدراي كلين، اللي هو من شي ان ده لو كان اتاخر شويه في الدراي كلين ما كنتش لبسته، كنت لبسته الفستان القصير. هنا كنت اخترت الهيلز من Pretty Little Thing، والشنطة من برادا. طبعا انا اخترت حاجات تكون كلها وايت وسيمبل، الحاجة الوحيدة اللي كان فيها كريستالز هي الشنطة. الهيلز لو انتوا خدتوا بالكم الهيلز مقاسها مقاس رقم 7 بس UK سايز، US سايز بيكون 9 يعني مقاس 40، عشان الناس اللي بتقعد تخش عندي ساعات تقعد تفتي في مقاس رجلي. مقاس رجلي طبيعي جدا بالنسبة لطولي، انا طولي 175 فده طبيعي جدا مقاس رجلي يكون من 39 ل 40 على حسب البراند. الاظافر بتاعتي، الاظافر دي من نيلز دان دبي ستوديو. طبعا انتوا عارفين انا بعشق الاظافر بتاعتهم، وخلاص بقوا مريحيني ان انا اعمل اظافري لنفسي، ما بقتش اعمل اظافري لنفسي. زي ما انتوا عارفين ان انا مريحه اساسا اظافري بقالي شهر دلوقتي، ويمكن همدها لشهر تاني، فعماله استعمل الاظافر بشكل الستيكرز، بيقعدوا معايا اليوم كامل عادي، ممكن يقضوا يوم تاني معايا. ده التيك توك اللي انا نزلته كنت وقتها بتاع اللوك بتاع عيد ميلادي، وده كده لوك العيد ميلاد كامل بتاعي. مع الفيديو ده تتفرجوا عليه، لان انا اخر الفيديو بعد اللقطات بتاعتي اللي انا لوحدي فيها دي هتشوفوا دميانة ودانييلا. الاول اتصورت مع دميانة لوحدها، وبعدين اتصورت مع دانييلا لوحدها، وبعدين جمعتهم الاتنين مع بعض. اللي هيسألني ليه ما بربطش شعر بناتي او بلم لهم شعرهم، هي وزويز انتوا شايفين شعري اهو ازاي، ودايما بتقعدوا تسألوني شعرك طويل وتقيل ازاي. انا مامي عمرها ما كانت بتربط لي شعري، بالعكس هي كانت بتسيب شعري براحته، كانت بتربطه لي مثلا وانا رايحه المدرسه او كده، انما ما بتربطهوليش عمال على بطاله، بالذات لما بيكون قصير كده حرام ان انا اشد شعرهم واوجعهم، وبالذات ان هم كمان بيقعدوا يشدوا شعر بعض فممكن يوجعوا بعض اكتر لما يشدوا بعض من التوك، فزائد ان انا بسيب لهم شعرهم على راحتهم علشان يطول ويتقل براحته.
وممكن في منكم يقول لي دلوقتي لا ده ربط الشعر وشد الشعر ده بيطول الشعر ومش عارفه ايه. خلاص اعملوا انتوا، انا عارفه انا بعمل ايه كويس جدا لبناتي. ربط الشعر بيطول الشعر وبعدين في الاخر بيقع لان البصيله بتضعف، بتكوني ضعفتيها، نحلتي الشعر، الكلام ده كله الى خلافه. فما حدش هيهتم ببناتي اكتر مني اكيد، فكل واحد عارف مصلحه اطفاله فين. ده كان بس تنويه علشان محدش يقعد ينظر على بناتي، انا عارفه انا بعمل ايه كويس جدا بالنسبه لهم. هسيبكم بقى تشوفوا الفيديو بتاعي مع بناتي، فانجوي ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. وانا بصراحه فعلا حسيت ان انا فكيت لما اتكلمت معاكم فيه وان انا صورته لكم اصلا. بحبكم قوي يا احلى وزويز، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. باي. Say hi, Papa. Really happy birthday, Mommy. Really hi. Really happy birthday, Mommy. احنا سنتين كده مع مامي، عملنا عيد ميلاد مرتين، صح؟ انتوا عندكم سنة بس احنا عملنا عيد ميلاد مرتين، صح؟ المرة اللي فاتت كان عندكم كام؟ 4 شهور كده؟ تعالي تعالي حبيبي. ايه رأيكم في الفستان الحلو بتاعي؟ ها؟ قولي هاي بابا. هاي بابا. I will fix it. يلا ناخد pictures. Yes, mommy. We are 1 year old, but mommy did her birthday twice with us. صح؟ I love you. هاتي kiss. Tell me you're getting this. يا خلاص. Thank you. يلا نجيب داني بقى. هاي يا لوحي، قولي هاي بابا. قولي هاي بابا. Yes, it's beautiful. لبسنا white like mommy. هاتي بوسة لماما. يا خلاص. يا خلاص. هاي بابا. تعالي يلا نقعد. تعالي يلا take some pictures for us. Peekaboo, I see you. تعالي تعالي. هاتي بوسة. هاتي بوسة تاني لمامي. عايزة تاخدي النضارة؟ هاتي كيس. هاتي كيس يلا. You need to squat down, otherwise we will look. Luna, really happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Peekaboo. Peekaboo. هاتي كيس لمامي. بص السمكة دي. يلا يلا بص البابي. هاي بابي. هاي بابي. هاتي بص. يا خلاصي. I love you. مع مامي في عيد ميلادها، بس احنا عندنا سنة و3 شهور. And